السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل 18 قطعة جاتو اقتصادي بكوبايتين دقيق وكوباية مية. تقدري كمان تعمليه بدون مضرب بدون خلاط، حاجة كده تحفة جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ الجاتو طري وهاش وطعمه بجد روعة. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس بفكرك تعملي لي لايك وشير كتير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة معايا 3 بيضات لو البيض حجمه صغير، وبيضتين لو البيض حجمه كبير. انا هنا مستخدمة البيض البلدي فبيكون حجمه صغير فاستخدمت 3 بيضات. تمام كده، نزلت كمان برشة صغيرة من الملح، وهبدأ اخفقهم بالهاند بلندر. تقدري كمان تستخدمي المضرب اليدوي. تمام كده، هبدأ انزل عليهم بكوباية من السكر، والسكر هنا بنزل بيه على مراحل. هنزل كمان بتلت كوباية من الزيت وهبدأ برضو أخفق. وأهم حاجة إن احنا بنستخدم كوباية واحدة لكل المقادير. تمام كده. هنا بقى كنت خفقت البيض مع السكر مع تلت كوباية من الزيت. هبدأ أنزل بقى عليهم بكوباية من المية المغلية. المية تكون مغلية كده لسه رفعها من على النار. وهبدأ هنا بقى أستخدم المضرب اليدوي. هبدأ أنزل بقى بكوبايتين من الدقيق. نزلت بأول كوباية كده ونخلتها. وعندي هنا باكو من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات. البيكنج باودر ده بيكون فيه كمان فانيليا، يعني هو 3 في 1، فانيليا ومحسن وكمان بيكنج باودر. هنزل كمان بكوباية الدقيق التانية بالشكل ده. وتعالوا بقى ننزل عليهم بمعلقة كبيرة كده مليانة من النشا. وعندي كمان معلقة كبيرة مليانة من الكاكاو الخام. وهبدأ برضو أنخلهم علشان ما يكونش فيه أي تكتلات. هبدأ برضو بالمضرب كده اليدوي، وهبدأ أقلب في اتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه. عايزاكم تعتمدوا الكيكة دي، بجد الكيكة دي طرية وهشة جدا. تعالوا بقى ننزل كده بآخر حاجة معايا، نص معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي بنضيفه للطعمية. وعندي كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض. ببدأ برضو أقلب كده تقلبتين. هيبقى معايا قوام الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام بيكون وسط، ما بيكونش تقيل كده زي كيك الصينية، وكمان ما بيكونش سايل قوي. عندي بقى صاج، الصاج ده مقاسه 35 في 35. مسحته كده بمسحة بسيطة من الزيت، وكمان بدرته بالدقيق. هبدأ أنزل بقى بخليط الكيك بالشكل ده. طبعا قبل ما اشتغل كنت مولعة الفرن وظبطة درجة حرارته على 180. بدخل الصاج على الرف الوسطاني. بياخد وقت ربع ساعة بالظبط، مش أكتر من كده، يعني من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. هبدأ بقى اوزع كده خليط الكيك في الصاج بالشكل ده، ومعايا كده خلة شيش طاووق. ابدأ اعمل بقى خطوط علشان اخرج اي هواء موجود في الكيك. دخلت الكيكة بتاعتي على الفرن. وهبدأ دلوقتي اجهز كوبايتين من اللبن البارد. هنزل عليهم ب3 معالق كبار من النشا، و3 معالق كبار من السكر. انا هنا هعمل مهلبية، تكون مهلبية تقيلة شوية. تمام كده، هبدأ اقلبهم الاول كده على البارد، وهنبدأ نرفعهم على النار لحد ما يبدأوا يعملوا فقاعات كده من الجنب. ببدأ اشيلهم خالص وهفضيهم كده في طبق، وهبدأ اغطيهم بكيس تلاجة، وهدخلهم على رف التلاجة كده او في الفريزر لمدة نص ساعة. انا عايزة المهلبية دي تكون ساقعة جدا لما اجي استخدمها، وهنشوف دلوقتي هنستخدمها في ايه. تمام كده. عندي بقى دي الكيكة بعد ما خرجتها من الفرن. بصوا قد ايه هشة وطرية. طبعا اول ما بخرجها من الفرن ببدأ اختبرها كده الاول بخلة شيش طاووق. لو الخلة طلعت نظيفة بيبقى كده تمام. لو لسه فيها كده بواقي عجين ببدأ ادخلها الفرن تاني. هبدأ بقى هنا بسيبها طبعا تبرد تماما، ما بشربش الكيك قبل ما اسيبه يبرد مش اقل من ساعة او ساعتين. جهزت كوباية من الحليب البارد، ودوبت عليها معلقة صغيرة من الكاكاو ومعلقة صغيرة من السكر، وبدأت أشرب بيها الكيكة بعد ما بردت. تمام. تعالوا بقى هنا على الكيكة بتاعتنا ما تتشرب كويس. هبدأ أجهز نص كوباية من الكريم شانتيه. أنا بستخدم كريم شانتيه المتحدة. وضفت عليه نص كوباية من المية المتلجة. وهنا أنا مش هضيف سكر، أنا هعتمد على السكر اللي موجود في المهلبية. بدأت أخفقهم كده بالمضرب الكهربائي. وهبدأ بقى أنزل بالمهلبية بتاعتنا المتلجة أو الساقعة جدا على الكريمة بالشكل ده. هبدأ أنزل بيها برضو على مراحل علشان أضمن إن هي هتتخفق معايا كويس وتكون ناعمة كده، ما يكونش فيها أي تكتلات.
المفروض كمان كنا خفقنا المهلبية الأول لوحدها قبل ما نضيفها على الكريمة. تمام كده. هبدأ بقى أنزل كده بقية الكمية بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ برضو أخفقهم بالمضرب الكهربائي، وهبدأ أزود كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. طبعا كمية المهلبية اللي بنضيفها على كمية الكريم شانتيه بتزود معانا الكمية، وبجد بيكون طعمها تحفة. هبدأ برضو أخفق بالشكل ده. تمام. هنا بقى الكريمة بتاعتنا اللي هنحطها على وش الجاتو بقت جاهزة معانا. تقدري تدخليها قيمة نص ساعة في التلاجة وتقدري تستخدميها كده على طول. أنا هنا بقى هبدأ أستخدمها على طول، طبعا الجو حر جدا، فهستخدمها كده الأول وبعد كده نبدأ ندخلها التلاجة. هبدأ بقى حطيت الكمية اللي أنا عايزاها كده في كيس حلواني أو في كيس تلاجة، وهبدأ أوزعها على وش الكيكة بالشكل ده. تمام. هبدأ بقى بسباتيولا كده أو بظهر معلقة، وهبدأ أساوي الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا تقدري تستخدمي كل الكمية بالكريم شانتيه، يعني ما تدخليش المهلبية فيها، طبعا ده على حسب مقدرتك. احنا هنا بنعمل جاتو اقتصادي، فعلى قد ما بنقدر بنوفر. تمام. هبدأ بقى أوزع كمية الكريمة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببدأ على قد ما أقدر بساوي السطح بالشكل ده. تمام كده. هبدأ بقى أدخلها الفريزر لمدة نص ساعة أو ساعة على حسب وقتك. أنا هنا دخلت الصاج الفريزر لمدة ساعة، تماسك معايا بالشكل ده. هبدأ أنزل بقى بصوص كراميل أو صوص شوكولاتة أو أي حاجة موجودة عندك. مش حابة تضيفي أي صوصات هتستخدميها على كده، مش هيجرى أي حاجة. هنا بقى دي كانت كمية الصوص الكراميل اللي موجودة عندي، أو جيلو الكراميل ده بيكون جاهز. أنا بجيبه كده نص كيلو ب35 جنيه. تمام. هبدأ بقى بالسباتيولا كده وعلى خفيف جدا ببدأ أوزع كمية جيلو الكراميل بالشكل ده. طبعا الطبقة هتكون طبقة رقيقة، فبالراحة جدا وانتي بتوزعيها علشان ما توصليش لطبقة الكريمة. هسيب لكم في صندوق الوصف ملف كامل لكل الطرط والجاتوهات اللي عملناها للقناة. كمان هسيب لكم في أول تعليق مثبت اللينك بتاع قناتي الجديدة. أتمنى كلكم تشرفوني وتشتركوا فيها. تعالوا بقى نبدأ هنا نقطع الجاتو بتاعنا. هقسم الأول كده على 3، وهبدأ أقطع بالطول بالشكل ده، وهبدأ أقطع هنا على 6. تمام. يعني قطعة الجاتو بتكون في حدود 5 سنتي في 10. تمام كده. يبقى احنا قطعنا كده 3 بالطول و6 بالعرض، يبقى معانا كده 18 قطعة جاتو، يعني دستة ونص من الجاتو. تمام. جبت كده باقي الكريمة وهبدأ اعملها كده بالتيب على شكل وردات بالشكل ده. تمام. على حسب بقى ما تحبي، وطبعا على حسب كمية الكريمة اللي باقية. انا هنا لقيت كمية الكريمة لسه معايا كتير، فبدأت ازود كده في الوردات اللي انا بعملها. تمام كده. عندك بقى اي كريسبي موجود عندك هتبدأي برضو توزعي بالشكل ده. تمام كده. كان عندي كريسبي ذهبي وابيض وكمان شوكولاتة، فببدأ أوزع بالشكل اللي انتوا شايفينه. في النهاية بيدي شكل حلو جدا. طبعا أي حاجة موجودة عندك هتبدأي تزيني بيها. احنا قلنا بنعمل جاتو اقتصادي. شايفين بقى الشكل النهائي؟ بجد تحفة. بصوا الجمال، تحفة يا جماعة بجد. تعالوا بقى كده نطلع قطعة ونشوف الجمال والحلويات. بصوا بقى، شايفين الكيكة هشة والمسام بتاعها ضيق ازاي؟ جميلة جدا، طرية وهشة وطعمها بجد تحفة. كمان السكر بتاعها مظبوط جدا. اعملي بقى وفرحي ولادك، وكمان لو جايلك عزومة كده او عندك ضيوف، من الحاجات السهلة والسريعة وكمان الاقتصادية، مش مكلفة ابدا. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كل المقادير بسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف وشوفوها. ما تنسوش اللايك والشير كتير للفيديو، كمان الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.